جمجمة رأس قتيل في مسجد بحي الأربعين. ايه الحكاية؟ تابعوا معانا. بسم الله الرحمن الرحيم، عليه نتوكل وبه نستعين. صلوا على النبي الهادي الكريم. مشاهدي ومتابعي الكرام، نحبكم في الله. حلقة جديدة من برنامج الحكاية وما فيها، البرنامج اللي من خلاله بنناقش أغرب وأخطر القضايا والجرائم والحوادث الشائكة. تقديم أشرف فاروق، صحفي حوادث. حدث جلل لما يتم العثور من قبل المصلين على جمجمة رأس شاب قتيل بمسجد يسمى مسجد الإسراء بحي الأربعين مدينة السويس. المصلين داخلين يصلوا، واللي رايح يتوضى في حمامات المياه، ولقوا في ركن كده من المسجد عظام لجمجمة. هم يفكروها في بادئ الأمر جمجمة بلاستيكية لعبة، لكن المصلين اتجهوا صوبها اتضح انها جمجمة بتاعة رأس انسان. على طول استعجبوا واستغربوا. طب حد النهاردة يموت حد ويرميه في المسجد؟ جمجمة يا ولاد، لا اله الا الله. بلغوا بوليس النجدة، وبوليس النجدة على طول بلغ مديرية امن السويس، وعلى طول يعني اسم شرطة الأربعين تحرك ناحية المسجد. هو مسجد الإسراء زاوية، هو مش مسجد كبير لكن زاوية. من هنا المباحث اشتغلت على الموضوع ده، خدوا الجمجمة وودوها داخل المستشفى. بدأوا يراجعوا كاميرات المراقبة من امبارح، الليل كله ما ناموش. ضباط المباحث والبحث الجنائي والأدلة الجنائية طوقوا المكان بكردون أمني عشان يعرفوا مين اللي ارتكب هذه الجريمة النقراء الشنعاء. يا سادة، بدأوا يراجعوا كاميرات المراقبة إلى أن تحققوا عن طريق التحريات السرية وكاميرات المراقبة إن 2 من أصحاب الشاب ده اللي عملوا كده. لكن ما زالت التحريات مستمرة إلى وقتنا هذا، وجاري جهود مكثفة من قبل رجالات المباحث الشرفاء الأمناء لكشف شتى الملابسات. لحد وقتنا هذا ده هم عرفوا ان 2 من اصحابه، لكن التحقيق معاهم جاري، لسه ما طلعش ولا صرحوش يعني هم عملوا ليه كده. لكن كل حاجة هتعرف مع مرور ساعات قلائل، ان غدا لناظره قريب. لكن الحدث الجلل لما 2 اصحاب، لكن احنا قلنا قبل كده مش لمرة ولا 2، عشرات المرات: احذر عدوك مرة واحذر صديقك 1000 مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أدرى بالمضرة. قلنا الصديق عارف وجعك ونقطة ضعفك وقلة حيلتك. الصاحب ساحب يا سادة، ما كانوش يقولوها الكبار. لما تشوف 2 اصحابه ياخدوه ويموتوه ويرموا جمجمة في مكان ويرموا باقي جسمه في مكان، من هنا الشرطة لقوا بقية الجثمان متحلل في يعني طريق معين بطريق السويس، وجمجمة أساسا عظام وكل اللي عليها من لحم وشحم كله متحلل يا سادة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. حوادث الأقدار، حادث جلل لما ترسل درجة الشر والغدر بين الأصحاب، إنهم يخونوا صاحبهم إن كان ماشي معاهم مشوار ولا في أي مكان، ويذبحوه ويطعنوه ويفصلوا راسه عن جسمه ويرموا راسه في مكان ويرموا جسمه في مكان آخر، باقي أشلاء جسمه في مكان آخر. لدرجة أن المصلين وهم داخلين بيفكروها يعني جمجمة رأس بلاستيك. اتضح لما تحسسوا الأمر جمجمة بني آدم، جمجمة بني آدم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الناس جرى لها لما المكر والغدر والخديعة والخيانة والانتقام يصل لمثل هذا الحد، يا أخي سيبوه، مالكم وماله، مزعلكم اشكوه لأهله، كان منكم حاجة اشكوه للشرطة. لكن أول تغيبوه عن الدنيا وتموتوه في بغتة وتفصل راسه عن جسمه، وآخر المواخير ترموا الأشلاء جسمه في مكان على طريق، وجمجمة ترموها داخل المسجد. ما جالكمش ضمير انكم تعملوا حرمة لهذا المسجد؟ ان المساجد بيوت الله في الارض،
إن المساجد بيوت الله في الأرض، لأن المساجد هي بيوت الله في الأرض. أنتم ما عملتوش حرمة للمسجد لا بكتير الله ولا بقليله، مهما كان الخلف، مهما كان الاختلاف، مهما كان الظروف. ما يرسيش إن واحد يغيب واحد عن الدنيا ويموته ولا يطعن ولا يذبحه ولا يخليه جاي وينزل على دماغه بعصاية شوم ولا بحديدة ولا يضربه بالنار. اتغيبوا عن الدنيا ده، وربنا أكرمه واتخلق واتولد عشان يعيش في الدنيا، وبعد كده يعبد ربنا ويلتقي بربنا بعد الحياة البرزخية، إما جنة برحمة الله أو نار. فهنا ندعو كل السادة المشاهدين والمتابعين الأجلاء إنهم يكتبون التعليقات المحترمة اللي بنقراها بعد ما تصلوا على رسول الله، وتتابعوا يعني قناتنا المتواضعة، قناة الإعلامي أشرف فاروق على اليوتيوب، وصفحتنا على الفيسبوك، وإعجابكم الجميل ومتابعة للصفحة واشتراك على الصفحة، يبقى كتر خيركم. عايزين نعرف تعليقاتكم بمثل هذه الأمور، وإيه اللي وصل الناس للدرجة دي إن 3 أصحاب 2 يتناجوا منهم ويغضرب واحد منهم، لأن النبي نهى عن التناجي. التناجي يا سادة إن يكون 3 مع بعض، بنات أو صبيان، رجال أو حريم أو ستات، ياخدوا بعض 2 ويسيبوا واحد. النبي نهى عن التناجي. طب ما الواحد يقول ده بيتكلموا عليا وبيسهروا عليا وبيتبغبشوا عليا، يبقى هنا نرجع لمربط الفرس، وهو نهى إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التناجي يا سادة. دولة 3 أصحاب ما نعرفش، لسه تحريات المباحث إن شاء الله شغالة، سنوافيكم بها لاحقا اللي حصل بينهم، وليه هم اتخلصوا منه، وليه هم فصلوا راسه وحطوا الراس في المسجد ورموا الجثمان على الطريق. كل ده إن شاء الله نكشفه في حلقة لاحقا. لكن نأمل إن دولة ياخدوا حكم رادع وهو الإعدام شنقا، لأنهم كما غيبوا صاحبهم من الدنيا لابد أنهم يغيبوا من الدنيا ويتحول أوراقهم لفضيلة السيد المفتي الجليل. يبقى كده الجزاء من جنس العمل. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. من هذا المنطلق ندعو الناس، كل الناس، إلى وقف أعمال الشر والغدر والعنف، لأن الإنسان أخو الإنسان لا ينهره ولا يشتمه ولا يغدر به أبدا أبدا. يا أخي كان مثلا زمان يقول اللي يقول لك الله ينعل أبوك قول له الله يرحم أبوك، اللي يشتمك قول له الله يسامحك، هتلاقيه قدامك وبين رجليك وبيتأسف لك. لكن النهاردة البطاح بالبطاح والشر بالشر، تبص تلقى الليالي والدنيا كلها قدام بقت دم في دم، لأن احنا مش في دولة غاب، احنا دولة لها مؤسسات وقانون وحكم رادع، وفيه شرطة وفيه شعب وفيه قضاء عادل. ما انت موتت هتموت. اللي عايز بقى يتخيل له ويقول في ذهنه وفي عقليته ان هو كده كده هيفلت من تحت طائلة القانون، يبقى ده راجل ما يعرفش حاجة عن الدنيا. لمثل هذا الأمر احنا بنعمل هذه الفيديوهات التوعوية، وبنسرد مثل هذه الأمور والقصص والحكايات والحوادث الشائكة علشان الناس تاخد منها عبرة، واللي يكون في نيته الغدر والإطاحة برأس فلان ولا تركان ولا علان ولا كان الشر لأحد، لا يبعد، يقول لك ده أنا عملت هموت، أنا عملت هالشنق، أنا عملت هاخد تأبيدة، أنا عملت هاخد حكم مشدد 15 سنة أقل الإيمان نار ما يكرمني القاضي، يبقى أنا ما أعملش والتزم طريق الصواب وما أعملش الخطأ. يبقى إذن الفيديوهات بتاعتنا هي فحواها كده، وحكايتنا هي كده. صلوا على رسول الله، وسامحونا إن كنا أطلنا عليكم في اللقاء. بنا وبكم يتجدد اللقاء في أمان الله.